انا نقول لك واحد الحاجه، منا تبدا تتسقم. الا راك تصلي تزيد تولي تزيد الدوزي الصلاه نتاعك، والا راك ما تصليش وراك بعيد ولا تعمر في راسك ولا راك مدمن مخدرات ولا راك عاق والديك ولا راك خارج الطريق ولا راك دير في الحرام، تعاود تفكر فيها مليح. هذه احنا اليوم نستحقوا اننا نستحضروا بانه محكوم علينا بالاعدام، والمشكل والله كان جا محكوم علينا بالاعدام اقسم بالله غير سلكنا. المشكل بعد الاعدام، المشكل بعد الموت، المشكل نهار تبدا الحسابات، نهار يبدا ربي سبحانه وتعالى يحاسب فينا من اول ليله نبيت فيها في قبورنا. ما تم المشكله؟ نهار يبداو يسالوا فيك من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيك. وش تسال انت؟ وش تقول؟ وش تكلم؟ وش تجاوب؟ ما عنديش، ما على باليش وين كنت. والله كنا نروحوا نقصروا وكذا، ندخلوا اصطاد وكذا نجيبوا. وين كنت انت؟ وين كنت تتعلم؟ مشيت سمعت دروس، مشيت المسجد، تعلمت دينك، اعطاك ربي تليفون ترفدو تسمع درس. يعني ما كاش هذه تقول له ما عندناش تاويل وما كاش كيفاش وما عنديش طوموبيل باش نروح نسمع الدرس، ولا تليفون برك يهديك ربي به. تليفون بالتليفون الناس يتوب ربي عز وجل. اذا احنا محمد صلى الله عليه وسلم اعطانا واحد التصوير، قال لنا شفت هذيك اللي فريق في الجنه وفريق في السعير. نقول لكم علاش كانت تاثر في الصحابه. لانه النبي عليه الصلاه والسلام كي جاء هذيك الامه الجاهله كامله رفدها، نحاها من الدنيا وعلقها بالاخره، ولاو تسقموا وحدهم، ولاو وحدهم تسقموا. الخمر كان يمشي في الدم، قال لهم حبسوا فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا. كانوا يشربوا، كانوا حبسوا، سمعوا باللي الخمر حرمت حبسوا. كاين اللي يشرب عاود تقيه عاود خرج، خلاص ما كاش هضره. ربي قال تصور احنا علاش ما نستجبوش لهذه الطريقه؟ تروح الانسان تقول له حرام يقول لك ان شاء الله ربي يهدينا، روح برك، روح يقول لك روح ما تخسرناش القسط، روح. سمع علاش هذا الانسان يقول هذا الكلام؟ لانه موش مستحضر الموت، موش مستحضر بلي كاين فريق في الجنه وفريق في السعير، موش مستحضر يوم الحساب، موش مستحضر يوم قال عليه ربي سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. السر نتاعك يخرجه لك ربي، نسال الله يديم علينا العافيه والستر. الان قال عليه ربي هذاك اليوم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله غير يسألك على شربة الماء اللي شربتها، والله غير يسألك على العينين تاعك وين حطيتها، والله غير يسألك على كل حركة تحركتها وكل نعمة أعطاها لك الله، خاصة نعمة العافية اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى. راح يسألنا عليها ربي ماذا فعلت؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ ما خليتكش عشت 60 70 80 سنة، واش درت؟ كلها يسألك الله عز وجل عنها. شوف الآن كي ربي يسألنا، راح يسألنا على هذا السؤال هذايا، احنا لازم نخافوا. وعلى هذيك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدا يحرك النفوس نحو الآخرة، يحكي لهم على الجنة، على النار، على القبر، كل حاجة بالتفصيل. وفي يوم من الأيام وش حكى لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حكى لهم قصة مؤثرة جدا. هذه القصة ما صرات، هذه القصة راح تصرى يوم القيامة. الصحابة هذيك القصة ربطوها مع واحد الآية، ولاو كي يقراوا الآية يتغاشوا. نقول لك علاه، لأنه والله لو كان يكون أعطاك ربي مثقال ذرة عقل وعقل وتروح تختلي وحدك وتفكر في الموضوع اللي حنقولوا لك درك الآن، أنايا أقسم بالله غتتسقم وحدك بإذن الله، خلاص تحكم طريقك. لأن نقول لك حاجة، هذا الشيء ما راح يكذبوا إنسان، وهذا الشيء ما راح يقدر ينكروا إنسان. غمض عينك ودير روحك ما عندكش وما على بالكش، يجي نهار وين تفتح عينك وتلقى روحك في هذاك الموقف. إذا عيش واقعك بأنك ستموت، عيش الواقع، تعايش مع الموت. احنا راح نموتوا صحيح ونعيشوا حياتنا، شوف نضحكوا وناكلوا ونشربوا ونمرح مع بعضنا ونقصروا ونعيشوا حياتنا في ظل لا إله إلا الله، في طاعة الله، والله عنا راض ونذكروا ربي سبحانه وتعالى. ولكن الموت ما يروحش من عينينا، ما يمنعش. كي تذكر الموت ماشي معناتها راح تاكل، اذكر الموت وضحك، اذكر الموت وتمتع في اهلك، اذكر الموت وعيش حياتك، ماشي مشكل. المهم ما تنساش الموت، اياك ان تكون من الغافلين. شوف في يوم من الايام الرسول عليه الصلاه والسلام وش قالنا؟ قالنا ان اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا اليها رجل يخرج من النار يحبو. حنايا يوم القيامه الناس سينقسمون إلى 3 أقسام، وفي النهاية راح يروحوا 2 أقسام. الآن شوف نذكر لكم هذا المقطع. النبي عليه الصلاة والسلام صورنا واحد الصورة عجيبة. بعد ما يجمعنا ربي سبحانه وتعالى في يوم الحساب، كاين ناس
جهنم مباشرة ما فيهاش كامل هضرة. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. هذوك لا ينظر إليهم، قل له فلان 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 فلان، جهنم مباشرة، لا ميزان لا كلام لا صحف لا والو، نسأل الله السلامة والعافية. وكاين الناس الجنة مباشرة، يدخلون الجنة بغير حساب، الله يجعلنا جميعا من أهلها. الآن هذوك الناس يناديهم الله، هذو ما فيهاش حسابات والحسنات، الجنة مباشرة، نسأل الله نكون منهم جميعا. هذوك الناس آخرون راح يحاسبهم الله، والمحاسبة حسابا يسيرا، ومن نوقش الحساب عذب. شوف يعني هذو المسلمين، المسلم اللي يقول لا إله إلا الله، شوف حسابا يسيرا، كاين ناس يجوزه له ربي سبحانه وتعالى بكل سهولة ويتيسروا معاه، غفرت لك ما كاش مشكل، يا روح شتي تروح تحاسب مع واحد انت تخدم معاه، يقول لك هذه روح من عندنا، زيد نحي هذيك، اعطي له هذيك، ما كاش مشكل، نقص، خلص بعقلك، روح مرتاح، خلاص مريح، تتحاسب معاه وانت قصار. بصح كي يجيب يقول لك جيب كرسي وقعد، اقعد شوف حاليا مطوله، انا جبدنا لك واحد الامور انت ما علمكش بها، الكارني نسيت هو، استنى تشوف دوك ويبداو يجبدوا لك، تتعب تبدا تعرق. قال النبي عليه الصلاه والسلام من نوقش الحساب عذب. عبوكش معناتها نوقش، دقق الحساب، يسألك الله هذيك. شوف يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تكون واقف مع جماعة وكاش وحدة جايزة وانت درت روحك شفتها وهما ما شافوهاش، ودرت روحك زعما تشوف ليك كذا، ربي يعلمها وكتبها. واحد نافق في الجماعة، الله كتبها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تسمى دير مليح في بالك باللي كل شيء تحت الرقابة. كاين رب فوق 7 سماوات اسمه السميع العليم البصير الخبير. غير ما تقولش بالك ماهوش هنا، غير بالك تقول هذه تنساها، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى. عليم، أحاط بكل شيء علما، كلش. يعني مدير في بالك بلي رقابة تامة. يعني شوف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما كاش حركة أخرى. إذن أنت كاين واحد النوع من الناس هذوك اللي ربي عز وجل خلاص او غضبان عليهم راح يدخلهم جهنم، يجيبوه ما تسامحش معه، حسنة 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 هاك، سيئة 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 سيئة، حطهم تهبط سيئات. يقولوا ظلمتك؟ هل ظلمتك شيئا؟ يقولوا لا والله ما ظلمتني. خذوه إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذاك يطيح في جهنم. هذوك النوع من الناس كيفاش يروحوا لجهنم؟ كي ربي عز وجل يكمل مع الكفار يروحوا لجهنم، يبقوا المسلمين والمنافقين. يقول لهم ربي عز وجل اعبروا الصراط محطوط مسيرة شهر وفيه روغان، يعني ساعة يتحرك يطيح ناس، وأحد من السيف وأدق من الشعر، وفيه عنق يخرج من الصراط. تخيل انت تمشي وكاين عنق يخرج عنده قائمة، فلان بن فلان يجبدهم يرميهم في جهنم، هو يجبدهم. سما انت حاير في روحك كيفاش جوز، وهو يزيد يجي يجبدك، نسأل الله السلامة ربي يعافيك. إذن كاين نوع من الناس من الصراط يهبطوا، هما مسلمين قالوا لا إله إلا الله، يهبطوا يطيحهم ربي في جهنم، يتعذبوا لأنهم عندهم حساب لازم يريقليوه، عندهم حساب لازم يخلصوه. هذا النوع من الناس الله يعافينا وإياكم. كل واحد راح يتعذب قد المعاصي تاعو في جهنم، يعذبون حتى يبدا ربي عز وجل يطهروا يكملوا يخرجوا يديه الجنة، يغمسوا في نهر الحياة ويدخلوا الجنة، يغمسوا في نهر الحياة ويدخلوا الجنة. بعد ماذا؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. رد بالك تقول نتعذبوا سمانة زوج، وإذا عمت خفت شوية هكذا منا وندخلوا، شي سهلة جهنم، أرواح يشعلك بريكي هنا لقدر تحملوا، نسأل الله يعافينا وإياكم. إذا دير مليح في بالك، الله يحرم وجوهنا عن النار، مش سهلة. ما تقولش معليش ندخلوا نتحرقوا شوية وبعد نروحوا جهنم الجنة نساو، يوم ماشي سهلة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كاين ربما اللي راح يتعذب 1000 السنين باش يخرجوا ربي من الجهنم. يعني كاين الناس راح يتعذبوا يعني سنوات طويلة عند الله وما راح يقدروا يتحملوا هذا الأمر هذا.